رب العالمين. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، المجازي لها بما عملت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن صغرت، والمحاسب على النقير والقطمير من الأعمال وإن صغرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. فإذا ما شئت في الدارين تسعد فتمم بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فكرر بالصلاة على محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة إلا بتكرار الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى فكفر بالصلاة على محمد. فعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. وفي القبر إن جاءك الملكان فلا تفزع، فإن سألاك فقل لهما محمد. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. الحفل الكريم، الضيوف الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. خير استهلال لهذا الحفل الكريم القرآن الكريم، وهو ما نحن بصدده الآن، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن معوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. على
فيما قلت وأبدعت فيما أنزلت. صلوات الله وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. فقال ابن مسعود: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه بسطر سورة النساء حتى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فثقل لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: حسبك يا ابن مسعود. فنظر ابن مسعود في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عيناه تذرفان بالدموع. عن إعجاز القرآن الكريم وتدبره يلقي علينا الكلمة موجه أول الأزهر الوعظ في المنوفية وعضو لجنة الفتوى الرئيسية فضيلة الشيخ محمود شاهين، فليتفضل مشكورا. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم لا نحفظه، الذي حفظه هو الله، ولكن هو يحفظنا. وإحنا بنمتحن في إحدى الترقيات في الأزهر الشريف، فأحد الأساتذة بيقول لأحد الممتحنين: أنت حافظ القرآن يا مولانا؟ قال له لا. قال له: أنت جاي هنا ليه؟ لما ما أنتش حافظ القرآن. قال له: القرآن اللي حافظت مش أنا اللي حافظ القرآن. راح حافظ 100 من 100 وما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي وفقه؟ الله رب العالمين. نسأل الله العلي القدير وهو خير المسؤول أن ينفعنا بالقرآن، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كلمة الحفل مع فضيلة الشيخ كامل حلمي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فأتقدم بالشكر وخالص الإرفان لفضيلة الشيخ محمود شاهين على هذه الكلمة الطيبة التي هي نابئة من القلب، وأسأل الله تعالى العلي القدير أن يجعل هذا الكلام الطيب في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات عم الحاج عبد الصادق عفيفي وحرم ولكل أمواتنا وأموات المسلمين، والأستاذ محمد وكل الأموات. الأستاذ محمد عبد الصادق رحمه الله رحمة واسعة، آمين يا رب العالمين. الحفل الكريم، ونحن في هذا المكان وهذا المقام، مقام جميل وحدث عظيم أسميه بنفسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لي ولكم وللمسلمين أجمعين. أسميه عمر السن في هذه الليلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بنبقى فرحانين قوي إن أولادنا بيحفظوا القرآن ويقوموا على تجويد آيات الله سبحانه وتعالى.
وأدعو كل قائد وكل ولي أمر أن نتقي الله سبحانه وتعالى كما قمنا على حفظ أولادنا في آيات القرآن الكريم. علينا أن نقوم بحسن التربية. العملية مش عملية إن إحنا نحفظ أولادنا بس القرآن الكريم، ولكن علينا أن نربي ونغرز فيهم قيم وآيات القرآن الكريم. نعرفهم المسجد، نعرفهم التربية والتقوى وإزاي يحترموا الكبير، نعرفهم إزاي يكونوا على قرب وطاعة من الله عز وجل. زي ما احنا حريصين كده على انهم يحفظوا القرآن، ونعم يأخذوا الجوائز القيمة، والحريصين على حسن التربية برعاية جميلة وجليلة من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الصادق العفيفي بحضور هذا الاحتفال وبحضور هذا الحفل الكريم. لماذا؟ لأجل أن نقول مرحبا بقارئ القرآن، مرحبا بتالي القرآن، فإنك في أمان الله، فإنك سيقال لك يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ده حدث عظيم ما نفوتوش على نفسنا. ونرحب بكل واحد يحفظ القرآن، نقول له خلي بالك من القرآن. وكما أرشد وبين إلى ذلك فضيلة الشيخ محمود، الطالب اللي قال بل القرآن يحفظه لازم، عشان نكون في حفظ من الله سبحانه وتعالى لازم يكون في تواضع لله، نتواضع لله سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يكثرنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا الحفل الكريم. وأنا بجوار مشايخنا الأجلاء فضيلة الشيخ إبراهيم هبل، والله يعجز الكلام واللسان والبيان، وفضيلة الشيخ بلال وفضيلة الشيخ محمود شاهين يعجز الكلام اللسان على الكلام، ولكن ونحن في حضرة العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن نكون على قدر ما نكون عليه من معرفة الله وتوحيد الله وربوبية الله. اللهم اغفر لنا وسامحنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وبالحرم، بجاه من بيته في فيضة الحرم، واسمه قسم من أعظم القسم. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. 3 فقرات إنشادية متتالية للطلاب يبدأها الطالب مهند السيد الحاروني، فليتفضل. عصيت ربي
السراب وكن حذر إن الحياة قصيرة ارجع لربك واعتذر أوكلما عاهدت ربك أن تتوب وتكف عن فعل الذنوب أسرفت في عصيانه ونكثت وعدك يا كذب يا كذوب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضيلة الشيخ إبراهيم هبل فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله أن جمعنا في هذه الدقائق الميمونة الطيبة المباركة في مساء ليلة الجمعة، ونسأل الله دعاء أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أتقدم بخالص الشكر والإكرام لله عز وجل حسبة لفضيلة عم الحاج عبد الساري العفيفي والباشمهندس محمد عبد الساري العفيفي أن اجتمعت معه في رأس غارب، وكنت أيامها أسعى للقمة العيش، وقال لنا إبراهيم قالوا في تحفيظ القرآن: ارجع للبلدة وأحيي فيها القرآن، فرحمة الله لصاحب الفضل والنعمة والمنة صاحب القرآن دائما وأبدا، واللسان الطيب الذي كان يجمعنا في مسجد الثانوي بشورى بخوم، أن جمعنا على ختام القرآن كاملا وإحيائه لصلاة التراويح، أن يذكرنا بخاطرة كل ليلة في الفجر وفي التراويح. أسأل الله بلسان ميمون طيب مبارك أن يشفع فيه القرآن الكريم. والله إنها لكلمات من القلب إلى القلب. خير مذكر لي أخي الباش مهندس محمد عبد الساري عفيفي هو الآن في دار الحق، ولكن يصحبني به إحياء القرآن لله. فيا أيها المهندس، حظيت بالتعليم مهندسا، وحظيت بالقرآن ذاكرا، وحظيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذكر الصائمين بترويحة الفجر في مسجد البدوي وبترويحة العشاء في مسجد الثانوي. منك تعلمت وعلى خطاك سرت، وأسأل الله إن كان لسانك اليوم قد صمت، لكن ذاكرتك دائما وأبدا في قلبي وعلى لساني. أسأل الله الذي قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأسأل الله لأخيه ابن أمه وأبيه الباش مهندس إبراهيم الذي يحظى أن يحقق الخير في دار الخير، أسوق إليه هدي حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: 7 لا ينقطع أجرهن إلى يوم القيامة. أنت واحد منهن يا باش مهندس، وهي أو مصحفا ورثة. فأنت الليلة أدخلت الفرحة على أكثر من 50 عائلة في القرية، أن حفلتهم حافلا ماديا، ونحن كنا صغار
ننتظر المسابقة تلو المسابقة كي نكسى بتلك المسابقة. ومن المسابقات ما كانت تعقد على يد فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود، ألا وهي المسابقة السنوية للأزهر الشريف. كنا نأخذ فيها مكافأتين: المكافأة الأولى على مستوى المديريات، والمسابقة الثانية على مستوى الجمهورية. وكنا نتمارس ونتسابق نحن وعلى ضربنا فضيلة الشيخ حسن معوض والحاج أيمن حسن منصور والباشمهندس محمد عبد الساري عقيقي. وكنا نحضر في بيت واحد، ألا هو بيت فضيلة الحاج أحمد أبو زيد، خير مورث للقرآن وخير ما كان يخضع بحياته في نور القرآن، فربينا على يديه وحججنا معه، ومن الخير من القرآن عشنا، وكانت بيوتنا عامرة. وأبشر فضيلة الباشمهندس إبراهيم لن يضيق بيتك ولن يضيق رزقك، فأنت في ضرب الله تسير. ومن السبع الذين لا ينقطع أجرهن أن تورث مصحفا في هذه البلدة، بلدة العلم والإيمان. نسأل الله يا باشمهندس أنت وإخوتك ومن يعاونوك أن يكون هذا العمل حسبة لله، حسبة لله كما علمك ربك. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأقول لك يا باشمهندس، ما كان لله دام واتصل، فأنت الآن في طريق النور تسعى وعلى طريق النور تسير. وأدب إليك آية ربك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تأتي يوم القيامة يا باشمهندس إبراهيم، وكل تاجر وراء تجارته. إن كانت تجارتك القرآن نعم ما تكون تجارة، تحشر معها يوم القيامة. حتى لا أطيل أذكر الحافظين للقرآن: ليست الفرحة اليوم لكن الفرحة أن تلبس والداك تاجا من نور يوم القيامة. وأحذر كل حافظ للقرآن أن ينساه. أعظم الذنوب يوم القيامة رجل أوتي سورة من القرآن ثم نسيها. أيها الطلبة، لا تشغلكم دروس العلم، إنما القرآن يفتح بيوتا لا عماد لها، يفتح العقول وينير العقول. كل من كان في كلية الطب وكليات القمة إنما كان على يد المستشار حامد عبد الدايم ومسابقته الدائمة المميزة والمميزة. كل من كان على يد المستشار هو الآن في القمة، إما دكتور وإما مهندس. أحذر كل أم سعت بأولادها أن ينسى أولادها القرآن. ندعو الله أن يكون القرآن شفيعا لنا يوم السحاب. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا ونورا في الآخرة ومؤنسا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعلنا ممن يقرؤوه فيرقوا. يا من قلت لحبيبك طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أسعد أهل القرآن بالقرآن. يا رب أسعد أهل القرآن بالقرآن، وشفع أي أهل القرآن بالقرآن، وألم بيوت أهل القرآن، واجعل هذا البيت نورا من اليوم حتى أن نلقى الله. اللهم آمين آمين. رب ارحم أهل هذا المكان وبارك في سعيهم وبارك
الخير صبا. رب صب على أهل هذا البيت الخير صبا واجعل عيشتهم رغدا. نسألك يا ربنا أن تؤتيهم من لدنك رحمة وأن تهيئ لهم من أمرهم رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا خير الورى يا من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والآن مع تكريم حفظ بالقرآن الكريم ونبدأ بالقرآن الكريم كاملا. والطالب أحمد محمد عبد الكريم فليتفضل. سلمت قلبي يا ربي لتصله رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا رب تعلم ما قلبي وخفقته فيغفر. سلمت قلبي يا ربي لتصله رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا رب تعلم ما
وخفقته، فإن غفرت فما أحب. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شما وأشعله. يا رب تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفر. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له.
محمد يا طبيبي يا محمد يا شافعنا يا محمد يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد يا عروس الخافقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صوتك الصافي المبرد ويدنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حوضك الصافي المبرد ويدنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عندما شد المحامي عندما شد المحامي وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل جئتهم والدمع سائل قلت طفلي يا دليل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الحبيب النبي وفي المدح يحلال صلى الله عليه وسلم فيها المدح يحلالي واللي حضر عندنا واللي حضر عندنا في خيركم يسمع مدحنا الغالي أمين أم الحبيب أمين أم الحبيب النبي بتقول جبريل أبو جالي كان في حر سندسي جاب لي حر سندسي والجنة وكاساني وجاب لي محسن سبيل من الجنة وساني اكملني وضعت الحبيب النبي أطول سود خذلاني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى صلوا عليه. احسنت يا عم الشيخ احمد، انت محتاج ان شاء الله طريقتك ليه عسل. ده عايز حاجه حلوه يا دكتور ابراهيم، عايز حاجه حلوه. الله يبارك لك. بس مش الشيخ احمد يعني ربنا يبارك فيك. عاوز جاي الله يجزيك خير. يستاهل ان شاء الله. حفظنا صباح كبيره جدا. اتفضل يا استاذ سعيد. سعيد عايز ايه؟ رسول الله يا خير البرايا يا قمر
شاء الله. الطالب محمد وليد عبد الكريم. كريم عبد العزيز خليل. وفا محمد عبد الفتاح. حبيبة أشرف. أميرة صابر. الدكتور إبراهيم عبد الصادق عفيفي. فضيلة الشيخ كامل الكامل كان معنا مقرئا مقدما للحديث. الشيخ أحمد هاروني. فضيلة الشيخ محمود شاهين. فضيلة الشيخ بلال حلمي كامل.